مصر اليوم وغيره عندنا لاجئين الأثيوبيين في مصر، فكتير منهم تبع قبائل الأورومو والأمهرية اللي هم سكان إقليم أوروميا وإقليم أمهرة. ومعلوم إن الجماعتين دول أيضا بينهم حرايق الصراعات والحروب في أثيوبيا من سنين طويلة، يعني جايين مصر بصراعاتهم وأحقادهم ضد بعض. والأكثر منهم في مصر لحد دلوقتي هم الأورومو، وهم أكثر أو أكبر تجمع عرقي في أثيوبيا، أكثر من ثلث السكان في أثيوبيا، ويوصل عددهم هناك حوالي 40 مليون، لأن أثيوبيا عددها كبير يعني زي مصر كده ويمكن أكتر شوية. والأورومو دول متكونين من عشائر وقبائل تحت اسم أورومو، يعني هي مش قبيلة واحدة، هم تجمع قبائل. أكتر دين بينتشر بينهم الإسلام وبعدين المسيحية ودينهم القديم، يعني عندهم الدين القديم موجود، فممكن تلاقي ناس مثلا في مصر برضو منهم، يعني بخلاف إن حتى الإسلام والمسيحية بتوعهم لهم شكلهم مختلف عننا، فتخيل كمان جايين بدين وعقائد انت مش هتفهمها اساسا ولا تفهم هم بيتصرفوا ازاي ولا بيعملوا ايه. والمسلمين منهم دخلوا الاسلام متاخر في القرن 19. من الصفات والثقافه بتاعتهم انهم بيقدسوا الحرب وتدريب عيالهم على شيل السلاح من صغرهم، وثقافتهم اساسا راعي الغنم والماشيه، وبعدين دخلوا على الزراعه، وهم مهاجرين لاثيوبيا من القرن الافريقي من 400 سنه، ويعتبروا زيهم زي اعراق اثيوبيه تانية منها الصوماليين. الصوماليين ده اسم عرقيه في اثيوبيا، مش مقصود بها الصومال اللي هي جنبهم، وإن كان يعني هي عرقية ممتدة. تعتبر الأعراق دي امتداد للعرقيات في البلاد اللي حواليها، فثقافة الرعي والهجرة تخلي الإيمان بالحدود والدولة الوطنية عندهم ضعيفة أو معدومة. مكانة الإنسان عندهم بتتحدد على أساس يملك قد إيه غنم ومشية وقوته في الحرب، حتى إنه الوقت قريب كان العريس يهدي عروسته لما أخذ يعني حتة من جسم راجل قتله عشان يدلل على شجاعته. بس بعد ما الدنيا اتحدثت واتحضرت شوية عندهم، بقى دلوقتي يديها بدل حتة من إنسان بيديها حتة من حيوان بري، وده حسب تقرير عنهم في موقع يوشا، حسب موقع جاشوا بروجكت. ومع تكوين الدولة الحديثة في أثيوبيا انتشر التحضر بينهم واتنقلوا لشكل الحياة الحديثة، إلا إنه الثقافة دي لسه ليها تأثيرها في كتير منهم برضو، اللي هي فيها العنف ده والقتل، وواضحة جدا في الحروب القبلية أو الأهلية اللي شغالة في أثيوبيا من وقت للتاني. دي مثلا صورة ناس من قبيلة في أثيوبيا بيتصارعوا بالرمح، دي كان جايبها برضو تقرير تاني للمصري اليوم عن عادات وتقاليد قبائل في أثيوبيا. فده مثلا شاب في أثيوبيا بيتصارعوا بالرمح بعد ما بينتهي موسم الحصاد عشان يجذبوا يعني أو علشان ينولوا إعجاب أجمل بنات القبيلة وتقبلهم للزواج أو للمغازلة، وإن هما بيشربوا كميات بيشربوا كميات من الدم الطازج قبل المعركة، أقلها لترين ساتر، للفت نظر النساء. الصور دي مش